السلام عليكم الغزاله ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بالف خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، كنتمنى من الله يعجبكم وفرجه ممتعه. وكما شفتوا معايا اليوم ان شاء الله غادي تدوزوا معايا واحد النهار اللي هو ممتع مليء بالنشاط والحيويه. كما شفتوا وجدت فطوري على السريع دغيا دغيا دغيا. كما تشوفوا هذا الاسبوع هذا داز كان العطله، وكنا كلشي مربول في العطله وفي الخروج والدخول، يعني ما كناش دينها في الدار بزاف بزاف. المهم مي صلات العطله نوضنا نشوفوا شنو خصنا نديرو. واول حاجه كانوا عندي شي منظمات اللي خصهم يتغسلوا ويرجعوا يتنظموا من جديد. بديت كنحيد عليا صراحه شويه شويه على حساب رمضان ان شاء الله. اي حاجه بانت لي ماشي هي هذه كنجبدها كنغسلها ونرجعها نقيه في بلاصتها. خوتي انا بالنسبه للويزه حتى هي كنظمها في القيعه ديال الزاج باش كتبقى يعني فيها ما كتبردش وكيبقى فيها المذاق ديالها. ضروري كنحيدها من الكرتونه، ما كنخليهاش حيت كتبرد وما كتبقاش فيها ديك النسمه ديال اللويزه مجهده. ضروري ما كنديرها في واحد القريعه ديال الزاج وكنسد عليها، وفيما كنبغي شي ساشيه كنجبدها، لا هي ولا الساشيات ديال العشوب. صراحه انا موالفه هاد الطريقه دائما كنديرها، حيت فيت اللي خليتها في الكرتونه وما بقاتش فيها لا نسمه لا والو. هاد الطريقه هذه كتجيني احسن وافضل. وحتى بالنسبه ما كيبقاش يديالكم ديك الكرتونه ليسباس، ومهم كيجي المنظر ديالهم جميل في هاد القريعات هادو. وملي كتبغيو تستعملوهم كتجبدوهم بكل سهوله كما شفتوا معايا. هذا هو التنظيم اللي درت لهاد اللويزه هذه وهاد العشيبات. صراحه انا في البرد ضروري ما يكونوا عندي هادو بزاف الانواع اخرين. غادي نشارك معكم كذلك هاد المول هذا اللي خديته جديد، صراحه زوين بزاف، عجبني الكيك ديالو، جا مزيان صراحه. صادفته ماشي غالي بزاف، خديته ب 75 درهم، وصراحه خرج لي غزال تبارك الله. وصراحه خديت بزاف القشيعات لرمضان ان شاء الله. ان شاء الله تكون فرصه ونشاركهم معكم اللي هما بثمن صراحه ماشي غالي بزاف. المهم غادي ندهن المول ديالي بالزبده كما تشوفوا معايا. غادي نشارك معكم واحد الكيكه اللي هي كتجيب بنينه وراقيه لا في الشكل ولا في المذاق. الا كنتوا غاديين شي عشيه عند العائله ولا جا عندكم شي حد تقدروا ديروها بوجهكم حمر. اول حاجه شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ 4 البيضات وغادي نفرق البياض على الصفر. وتقدروا تخلطوا المكونات يعني كامل البيض كامل. انا بغيت ندير هاد الطريقه هذه حيت كتجي الكيكه خفيفه بزاف بزاف. كما شفتوا معايا خديت بياض البيض 4 ديال الحبات، ودرت لهم واحد مبشور ديال البرتقاله، واحد كاس ديال السكر مع مارشي. انا دائما كنقص من كميه السكر، الا كانت كتعجبكم الحلاوه تقدروا تضيفوا كاس كامل. بالنسبه الخلاط انا هنايا كنطرب الطراب الكهربائي، وانا كنضيف الصفار البيض ديالي حتى ضيفته كامل. وغادي نضيف هنايا كاس ديال الزيت كما تشوفوا معايا تدريجيا، وانا كنطلع الخليط حتى كيبيض وكيصير لي على هذا الشكل هذا. من بعد غادي ندوز مباشره عصرت واحد هذيك التشينه اللي حكيت لها القشور ديالها، غادي نعصرها حتى هي وغادي نضيفها. وعندي كذلك هنايا واحد الياغورت. بالنسبه للنكهه تقدروا ديروا اللي بغيتو. ديك النسمه ديال القشور ديال البرتقال مع العصير ديال البرتقال مع الياغورت كتجي بنينه بزاف بزاف صراحه الله. كيجي واحد المذاق اللي هو جد رائع. خلطت المكونات ديالي كاملين، ودابا غادي نحبس الطراب الكهربائي وغادي نستعمل فقط الطراب اليدوي. عندي هنايا 3 ديال الخمارات ديال 8 غرام.
تقدروا ديروا غير 2 خمارات ونصف. المهم انا درتهم هنايا ب3 وغادي نغربلهم ضروري باش ما يبقاوناش يديك الحبيبات. من بعد غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق يكون مغربل من قبل ضروري، ولا تعاودوا تغربلوه باش كيخفف لكم الكيك ديالكم. عندي هنايا ضفت الكاس الاول وبديت كنخلط مزيان مزيان. وتقدروا ديروا الكيك طبعا ما تكتش معكم ملعقه د الخل، حتى هي كتعطي واحد الهشاشه وواحد الخفه لهاد الكيك اللي زوينه بزاف. ملعقه ديال الخل. ضفت الكاس الثاني وغادي نضيف الكاس الثالث. بالنسبه لهاد الكيك هذا كيوز معكم ديال الدقيق 3 الكؤوس ديال العنبه. غادي نخلط مزيان مزيان حتى نوصل للقوام ديال الكيك اللي بغيت انايا، وهذا هو القوام ديالو. ما تزيدوش اكثر من 3 ديال الكؤوس حيت غيجيكم الكيك ديالكم ثقيل وغادي يجي من الداخل مدقس. غادي ندوز هنايا وغادي نفرق واحد شويه ديال الخليط، غادي نوضعو في واحد زلافه وغادي نضيف له واحد الساشيه ديال الكاكاو. انا غادي نضيفها له. غادي نضيف واحد ملعقات ديال الحليب وغادي نخلط مزيان حيت الكاكاو دائما كيتقل لنا الخليط. وباش نخفوه يجينا الكيك هو هذاك غادي نضيف له واحد 2 ملاعق ديال الحليب باش يعطينا القوام هو هذاك. غادي نخلط مزيان مزيان حتى يتجانس مزيان مزيان، وغادي نخليه على جنب. وغادي ندوز مباشره للكيك الاخر، نصف الكميه الاخرى. وغادي نوضع شويه ديال التمر، المهم الكميه اللي عندكم واللي بغيتو. عندي هنايا شويه ديال الكركاع وعندي هنايا لي بيبيت شوكولا. عندي 3 ديال الحاجات، الكركاع والتمر والبيبيت شوكولا. غادي نغبرهم بواحد شويه ديال الدقيق باش ما يهودوش القاع ديال الكيكه، غير بواحد الملعقه ديال الدقيق باش يبقاو لي في بلاصتو. وغادي نوضعو مع الخليط وغادي نضيف واحد ملعقه ديال الحليب باش حيت زيدنا الدقيق ضروري باش يخفف لنا شويه الخليط. من بعد كما شفتوا المول ديالي دهنته من قبل بالزبده ورشيته بالدقيق. وغادي نوضع الخليط ديالي كما تشوفوا معايا على هذا الشكل هذا. صراحه جا عامر بالتقاوت وجا المذاق ديالو جد رائع وبنين بزاف بزاف. بالنسبه لديك الخليط ديال الكاكاو غادي نديرو في الوسط باش يغير لي من شكل ديال الكيكه. وغادي نزيد الكميه اللي متبقيه عندي الطبقه الثالثه كما تشوفوا معايا. غادي نغطي الطبقه ديال الكاكاو كامله وغادي نزيد الطبقه الثالثه. وغادي ندخلو الفران باش طيب بوطالي تكون مهيله حتى يطيب لنا الكيك ديالنا من التحت، ونرجعو نحمروه من الفوق. وهذا ان شاء الله تشوفوا الشكل النهائي معايا. من بعد ما وجدت الكيكه ديالي من الفرن هذا هو الشكل ديالها. كيجي صراحه محمر وكيجي فيها الشوكولات والكركاع والتمر بنين بزاف بزاف ومعلق. انا دابا غادي نقلبها في واحد الطوبسيل باش غادي نزينها معكم. كما تشوفوا شوفوا الكيكه كيفاش جات وكتحيد من القالب بكل سهوله. طبعا ضروري ما ترشوا دهنوها بالزبده وترشوه بالدقيق. انا هنايا وضعتها في الطبسيل باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي. صراحه كيجي الشكل ديالها اللي هو جد رائع. صراحه عجبني هذا المول هذا بزاف بزاف على ديك الشيء فاش خديته. كيجي الشكل ديال الكيكه زوين بزاف. من بعد ذوبت واحد شويه ديال الشوكولات وضعت له واحد شويه ديال الحليب، واحد 100 غرام هكاك ديال الشوكولات. ضيفوا له واحد 2 ملاعق ديال الحليب وغادي نزين به الكيك ديالي. صراحه عطاه واحد الشكل اللي جميل بزاف وشكل اللي هو راقي. يعني تعملوه بوجهكم حمار للضيوف ديالكم او تسديوه معكم في العشيه عند العائله. انايا عندي هنايا واحد شويه ديال التوت غادي نضيفه حتى هو باش غادي نزين به. وانتم تقدروا ديروا شرائح ديال اللي عندكم في الدار، شرائح ديال البرتقال اولا التوت اولا الكيوي اولا المهم اللي عندكم في الدار تقدروا تزينوا به. صراحه زاد عطاهم واحد الشكل هو زوين بزاف بزاف. وهذه هي الكيكه ديالي. صراحه جات رائعه وجات بنينه بزاف من الداخل. نتمنى انكم تجربوها واكيد غادي تعجبكم.
وبقيت ضفت الكيكه ديالي واحد شويه ديال السكر كلاصي من الفوق فقط للتزيين، غير شويه ما تكتروش بزاف، وطلع على الشكل ديالها تحفه، جات رائعه رائعه رائعه. ودابا غادي نقسم معكم باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل. صراحه جات بنينه 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 بزاف، ما تخيلوش حاجات بنينه ومعلكه من الداخل. شوفوا معايا كيفاش جات جد رائعه. ومن بعد ما تناولنا هاد الكيك اللي جا لذيذ بزاف بزاف، كانت واحد العراضة عند العائلة صراحة ما نقولكمش شحال زوينة اللمة مع العائلة والحباب. هاد الطبق هذا جا لذيذ بزاف بزاف مع الشليضة ديالو، والحمد لله الله يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. نتمنى الفيديو اليوم ينال اعجابكم وتخليوا لي اكبر عدد من اللايكات، وكنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم اللي كتخليوا لي في كل فيديو. ونتلاقاو في فيديوهات جايه ان شاء الله. خليت لكم راحه الله، كنبغيكم بزاف. السلام عليكم.